السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا ادهلنا. الحمد لله والشكر لله، والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عايزه افكركم ان شاء الله باذن الله هيبقى ده من ضمن بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جمعه مباركه عليكم وعلى الناس كلها يا رب، ويجعل رمضان الهنا عليكم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عايزه اخد دي حاجه خنفره في الفرن عشان تروحي الحفله. طب نجز والهم بنت راح الحفله هناك هي وقاليه والله. طب انت مش هتروحي؟ لا مش فاضيه بقى. هروح ولا اسيب الخبيث؟ شيء ابدا من شاي. بسم الله ما شاء الله. يا بركة بسم الله. اللهم بارك، اللهم بارك فيكم يا جماعة، وكل اللي يشوف ده يقول بسم الله ما شاء الله. ربنا يعينهم ويقويهم ويبارك فيهم يا رب، ويبارك فيكم وفي عمركم، ويبارك في عمايلكم ويحسن ما بين ايديكم يا رب. يا رب المشاهدين والمستمعين والحاضرين يبارك فيهم وفي عمرهم وفي عمايلهم، ويحسن ما بين ايديهم، ويحسن ما بين كل كلامهم وبينهم وكل حاجة. دي يا جماعة العيش ده عيش اللهم بلغنا رمضان، عيش رمضان. ده العيش اللي هو من الطينة للصاجة. الفرن ده طينة معمول بالعسل، والفرن ده الصاجة اللي هي ايه، القاعدة اللي بتسوي عليها تبقى حديد صاجة. بنعمل فيه كذا نوع من العيش الصاجة ده. امال الطينة هو عيش واحد بس، العيش البخوش. ناقصنا الابله رضا، يعني ما هو ناقص العدد واحد اهو، يعني المفروض واحده بتجرس وفين اللي بيترحرح. انا اللي سبتهم اهو، انا والابله رضا. ما انا سبت المكان، ما عامله حسابها على اللي انا قاعد. هي المفروض واحده اللي هي في تقطيع العيش، اللي هو التقطيع اللي هو التجريس العجين، تقطيعه على الطاوله. وفي واحده تاخد تريحه تدب اللي هي دلوقتي بتقطع وبتقرص. الفرن الصاجه ديت بتلدن تلدين العيش بعد ما بيطلع من الفرن الطينه زي ما انتم شايفين كده، بيخش الفرن الصاجه يتلدن، وكل حاجه ولها تسويه ولها ايه. ناس بتصلي في الجمعه، ربنا يجعلها جمعه مباركه عليكم وعلينا وعلى الناس كلها وعلى المشاهدين اللي بيشوفوه. عايزين ندعي لبعض يعني بظهر الغيب، ان كل واحد لما بتدعي لاخوك المسلم الله ينور عليك. تسلم ايدك، تسلم الاياد، تسلم الاياد يا جيش بلاد. قولي لهم هم عايزين يسمع كده بسم الله ما شاء الله. كل رمضان ينفذ العيش ان شاء الله. ما هو لما يقولوا عيش رمضان ما بيتخبزش الا في رمضان. النوع العيش ده، العيش ده اللي هو قدامكم ده ما شاء الله الله اكبر، ده العيش اللي بيتخبز في رمضان، يطلع من الفرن ده للفرن ده. بيتخبز في فرنان. فين الارض بيتخبز للعراس. ما هو عيش رمضان وعيش العراس. لحد ما طلع بقى المسطوح اللي في الصاجه. لغى ده خالص. اللي هو المفروض اللي انا عامله لكم فيديو به يعني من قيمه يومين، برضه هو نفس البتاع بس بيبقى بقى مفرود. مسطوح.
مفروضة عنديه، قعدوا بيفردوه في السجا وخلاص، تبقى هي ايه الشغل واحد، فرن واحد. فرن واحد. انما ده الناس اللي هي ايه غاوية الكبارات. كبار الستات لا اللي هم اتعودوا عليه، هم متعودين عليه، اللي هم ابوهم وامهم وجدتهم عودوا على، خلاص ما عادش هيعرفوا ياكلوا عيش الا هو. هو ده في رمضان. في عادات وتقاليد كده للقريه يعني محتفظه بيه. احنا في قريه هنا قريه ريفيه، وهنا احنا يعني ايه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، في ناس بتبقى يعني الحاجه بتاعتها يعني متعوده على حاجه خلاص، في تقاليد محتفظه بيه، تقاليد في اللبس وتقاليد في الكلام وتقاليد في الاكل وفي الشرب، في ناس يعني تقاليدها متحافظه عليه، هاتي يا نور. وفي ناس ماشيه على الموضه، يعني اللي موجود بيمشي وخلاص. العيش اللي هو بتاع الفرن الافرنج ديت برضه. ربنا يحلو كل واحد زاد يا رب، يا رب يحلو كل واحد زاد، ويجعل عيش الهنا وبألف صحة، ويجعل رمضان الهنا عليكم وعلى الناس كلها يا رب. ايوه كنت تعلم من بدري. ايوه كده هو يعني كان مات، مش عارفه اطلع رغيف. انا كان مالي وكل حاجه. خير يا جماعة، خير، كل حاجة بيطلع لها كده وبيطلع لها كده. احنا لسه عمالين ندعي اهوت ربنا يحسن ما بين ايديك، يا رب. ويحسن العيش ويحسن كل حاجة، ويحسن اخرتكم في كل حاجة، في الخبيث وفي كل حاجة. لما ما كناش نقوم من قدام الفرن الا لما اخر رغيف يبقى حلو تروح جايمه بقى كده، تبقى عشان اخرته تبقى حلو. لو الرغيف كده ولا كده تقول مش هقوم الا لما يكون رغيف طالع حلو عشان تبقى اخرتي حلو. ربنا يحسن اخرتنا كلنا يا رب في اعمالنا وكل حاجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت جايه بقى دلوقتي؟ ما احنا صلينا وجينا. طب ماشي يابا ثانيه. هيعمل الكلام ده كله الصلاه. طيب ربنا يتقبل. حاضر. الو. انا مشروع. ماشي يابا. يوسف هيجي؟ وقلت نزل عليك اما نخلص خالص هو يجي. طب 5 بس كده اهوت ايوه كده الناس عايزه تسمع حسك والصلاه على الله عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش هتقول لهم كلمتين؟ بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. وعلى الناس كلها. كلميهم. ايوه كلموهم، عايزين يسمعوا صوتك المجاهدين. كلموهم شوفوا يقولوا انت بتعملي ايه، اشرحي لهم. بقرص. تقطيع العيش، بتقطع العيش اهوت. بقطع العيش وبرح العجين عشان يبقى ايه رغيف. هو ده. كلمي هنا اول ايه. قولي لهم العجين بتاعهم عجنت ازاي. قول مش انت اللي عجنه برضه. طيب انت اللي عاجبك. يوه اقول انا قول. لا بس هم عايزين يسمعوا صوتكم. صوتنا واحد. لا صوتك عسل. طحنا الغله ونخلناها. اللي الغله بتطحن. وديناها المكنه طحناها ونخلناها. الغله يا جماعه اللي هي القمح. القمح اللي يعني احنا عندنا هنا في القريه عندنا بيقولوا ايه الغله، بس هي ايه القمح. دقيق قمح ومع دقيق زيرو، يعني اللي العيش ده الزيرو اللي هو دقيق اللي هو متعدد الاغراض اللي هو بيتباع في المحلات الدرجه الاولى بتاع الكيكات والحاجات الحلوه. لازم من القمح مع الدقيق ده الاتنين يشيلوا بعض. نحط من ده على ده بعيار، يعني بيقول لك مثلا طاره اللي هو المنخل بيبقى نص بالنص. حط 5 استرالي 5 باب غله. ايه 5 استرالي 5 جرام. 5 استرالي 10 قلم. ما هو بقى مش النص بقى التلت والتلتين. عشان بس اللي هيجي وهيجرب الحكايه دي. ايوه عجينه تعرفنا نخبز لكم. هيجي فين بقى يخبزوا. وبنجيب خميره وخميره
حبة تجيب ملح، ميه حبة ملح، حبة سكر، مم. ونعجن الخميرة، ونقوم عاجنينه في العجين اللي احنا عملناه. يا جماعة أول ما بنبدأ بندخل بعد ما ينطحن بيتنخل، وبعد ما بيتنخل بنجيب الحمد لله. وبنعمل عيش طري لرمضان، وبنعمل السحور نتسحر بيه، وبنعمل رقاق ناشف. وبنعمل رقاق ناشف عشان نعمله اللحمة كل رجاء يعني لما تيجي تعملوا الرجاج هتندهوني عشان نصور ونوري المشاهدين. نيجي نعمل هنا. والله والله وهسوي لكم. انا كنت هعمله في الغاب. تعالي اعملوا هنا. هو في احسن من الرغيف اللي هو في الفرن البلدي ولا الرجاجه اللي هي بتتعمل في البلدي؟ اصل انا بقعد اعمل واللي بعملها بسويه. محدش معايا. لا ما احنا هنيجي نعمل مع بعض ان شاء الله باذن الله، بس بتعال. احنا هنا مع بعض حلوين مع بعض حته كده مع بعض اخوات ما شاء الله. هم عارفين ان هنا القريه مع بعض وبيعملوا مع بعض. بنساعد بعض. يعني هي بتعمل حبتها بتقوم برضه مش هتسيبها لما تخلص حبتها برضه. بنيجي ورا بعض. بنساعد بعض في كل حاجه، وفي الاكل وفي الشرب بناكل مع بعض، وكل حاجه حلوين مع بعض. الحمد لله. ربنا يديم الود ويديم التعارف ويديم الود بينكم يا رب. بسم الله ما شاء الله. العيش يهل رمضان ان شاء الله، يفوت رمضان 10 ايام نعمل كحك وبسكوت وقريبه. لا ما هم عايزين يشوفوا البسكوت بتاعك يا خالة شهناء. ونعمل كل حاجه ان شاء الله باذن الله. هتعملي بسكوت ان شاء الله. ولا بسكوت كحك؟ لا خدي يا ام احمد. اللي هيعمل بدل ما يعمل 10 سجان هيعمل ايه؟ صاجين 3 صاج في ظروف. هنا برضه احنا بنراعي الظروف برضه. الظروف يعني ايه؟ لو برضه هنا من الحلو في القريه لو جروا يعني لا قدر الله ربنا يعني يعني ما ينفعش نعمل الحاجات دي الصراحه. بنراعي شعور الجيران وشعور بعض. أودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظ الله.